رجعت لكم فيديو عن سيجي بيري أو لانا، مصارعة اللي كانت بتطلع مع روسيف دايما، البنت الحلوة اللي كانت ليها قصة غريبة جدا بعيد عن إنها موديل وخلاص. عامل لك صاحب على الأيفون عايز تكسب، وصل الفيديو 20 لايك وتروح من الكومنتات، وتعالى بقى أقول لكم التفاصيل. بصوا يا جماعة، الموضوع بدأ إزاي؟ الموضوع بدأ إنها واحدة بتطلع مع أي واحد في العالم غير جوزها، وتتصارمح على ده، بتطلع من حجر ده لحجر ده زي ما بيقولوا. أبيض بقى أسود، معضل مش معضل، شعر أصفر شعر أبيض، أي حاجة يعني. لأن حياتها كانت غريبة جدا. بدأت في الانكس تي سنة 2013 وارتبطت بروسيف، وهي كانت العقل وهو العضلات، وكانت بتمشي ببرود أعصاب كده وبدلة فورمال قوي، وبتؤمر الوحش البلغاري روسيف بكلمة روسيف كراش، أو دمر الدنيا يعني. وهي اللي اخترعت الكلمة دي على فكرة. وقدرت تخلي روسيف بطل الولايات المتحدة، وصلوا لقمة المجد في راس 131 في أيام عداوتهم مع جون سينا. كانت هي بقى اللي في الكواليس بتكتب التفاصيل دي كلها بتاعت الشخصية، وهي اللي اختارت تسريحة الشعر وطريقة الكلام عشان تضمن ان الجمهور يتفاعل معاها. وده يثبت انها عندها الكرياتيفيتي موجوده شويه. بدات توصل لمرحله قالت لك انا عايز اعمل تحدي، ان انا كمان اصارع مش بس ابقى مديره اعمال. ليه عداوه كده كان بين لانا وروسيف وسامر راي وزيجلر. انتوا عارفين طبعا زيجلر ديب وبتاع بنات وبتاع، وكان البلاي بوي بتاع الشركه. الموضوع بدا لما روسيف بدا يحس ان لانا بتتسرق منه، و... وكمان بدا يحس انها واخده الليله الجو منه اكتر، وهي اللي عليها الناس والجماهير اكتر. فالجمهور ما بيهتف للانا اكتر ما بيهتف له حتى. فروسف بشخصيته بدأ يقلل منها، وقال لها بقول لك ايه، اقعدي في البيت. وبدأ النمس بتاعنا دولف زيجلر يظهر. في لحظة تاريخية في عرض الرو، لأنا قالت أنا هكسر كل القيود، وخرجت بره الشخصية الروسية دي، وراحت باست دولف زيجلر قدام جوزها. القاعة وقتها انفجرت حرفيا، ولنا قلعت الجاكيت الفورمال ده، سيبت شعرها كده ولبست جينز، وبقت لنا الأمريكية بجد، وحررت نفسها من سيطرة البلغاري روسيف. بدأ بقى من ناحية تانية روسيف يلعب على الشناكل، إن هو قال لك أنا هجيب لها واحدة تنافسها. فراح جاب واحدة اسمها سامر راي، مديرة أعمال جديدة، كانت مع فاندانجو قبل كده. وسامر راي كانت النسخة الشريرة والجديدة من لانا. بدأت تعمل كل حاجة اللي أنا بتعملها، حتى اللبس حتى كل حاجة. وكانت في حاجة اسمها خناقات الكات فايتس. العداوة دي مشهورة بإنها ما كانتش ماتشات مصارعة تقليدية، دي كانت خناقات شوارع والستات بتشرشح لبعض بجد. من أشهر اللحظات الغريبة فيها والمقرفة في نفس الوقت، روسيف رمى سمكة كبيرة أوي، سمكة حقيقية، على دولف زيجلر ولانا في نص الحلبة، وقال لك دي اسمها لانا ذا فيش أو لانا السمكة. ولانا وسامر ري كانوا بيقطعوا بعض في الكواليس بجد وفي الحلبة، لدرجة إن لانا اتصابت في معصمها أو الوريست بتاعها في الحقيقة وقت التدريب العداوة دي. طب السيناريو ده كان سبايسي جدا ويشد جدا، ايه اللي بوظه بقى؟ العداوة دي كانت المفروض انها تنتهي بماتش كبير في عرض اسمه سلام انيفرسي، او عرض شهري على الاقل. بس حصل حاجة بوظت كل حاجة. موقع تيم زد أو تيم زي سرب صور لخطوبة لانا ويوسف في الحقيقة في حمام السباحة. فالناس بيقولوا يا جماعة انتوا بتشتغلونا ولا ايه؟ انتوا بتحبوا بعض ولا انتوا في متجوزين في الحقيقة ولا بتعملوا ايه؟ هيكمل اتعصب جدا وقال لك انا هنهي العداوة دي وهرجعهم فرقة تاني، ما الناس خربوا بيتي. وده برضو زي ما قلت لكم حصل في حكاية لاشلي اللي هحكيها لكم دلوقتي. بعدين بقى دخلنا في مرحلة مقززة بجد، وتثبت لك ان مكمن بجلالة قدره كده كان ليه عيوب وسقطات. في 2019 تعالوا اقول لكم قصه روسيف ولانا اللي ابتدت بخيانه وقلبت بشكل مقرف قوي، الاتنين اصلا متجوزين في الحقيقه. الموضوع بدا ازاي؟ روسيف كان دايما ليه حته الروسيف داي والسلوجان ده الناس بتهتف بيه وبتعشقه في كل مكان. وفجاه لانا اختفت من الصوره خالص، مبقتش تطلع، وكان بتصارع اصلا ماتشات لوحدها، بطلت حتى تصارع. فروسيف كان بيطلع بالعروض كده بقمصان مشجره وشكله مغلوب على امره وبيدور على مراته. لحد ما في ليله من الليالي عرض الرو كان روسيف بيلعب ضد سيس رولينز، وفجاه الشاشه الكبيره اشتغلت، اللي هو المونيتور او البروجيكتور يعني، والكاميرا جابت مدخل القاعة بإضاءة عليها بس. وطلع بوبي لاشلي بيضحك كده، واضح إن هو رجع. وراحت لانا خارجة من وراه ولابسة فستان سواريه شيك وماسكة في إيده. الجمهور مستغرب إيه اللي جاب ده لده، دي واحدة متجوزة أصلا. وفجأة بدأ يبوسوا بعض قدام الكاميرا عين عينك كده. يوسف ساب الماتش، وقف يتفرج على الشاشة وعينه كانت هتطلع من مكانها. واللي هو كان بيقولها يعني انت ده كله مختفية عشان تقنيني مع ده. وبدأ يحصل بقى حرب التصريحات والردح العلني زي ما بيقولوا. الموضوع ما خلصش على بوسة وخلاص، ده كان تسخين. لأنها بدأت تطلع كل أسبوع تفرس في روسيف وتغيظه. وفي حلقة مشهورة جدا قالت على فكرة روسيف ده كان مدمن حاجات خارجة يعني، وكان عايز نخلف منه 10 عيال، وأنا ست متحضرة ما بعملش الحاجات دي. والراجل الحقيقي هو بوبي لاشلي، وده اللي عرف يدلعني ويوديني جيم ويهتم بجسمي وكده. ولاشلي كان بيطلع من الناحية التانية يقعد يستعرض بعضلاته، ويقول له روسيف بص أنا خدت منك حبيبتك ومراتك ومكانك وهكسر عظمك كمان. روسيف وقتها كان بيحاول يمسك نفسه، بس أنا وصلت لمرحلة استفزاز لا تطاق، لدرجة إنها كانت بتخلّيه يشوف لايف وهُم سوا مع بعض يعني، أو بيعملوا مساج لبعض وحاجات كده. بدأ بقى مرحلة الكمين والاعتقالات، وصلنا لمرحلة الأكشن في العداوة. روسيف ما بقاش قادر يستحمل، وبدأ يهجم عليهم في كل مكان،
وفي مره لاشلي ولانا كانوا في مطعم بيتعشروا، وروسيف دخل عليهم كسر المطعم باللي فيه. ومره تانية كانوا في الحلبه، لانا قالت يا جماعه انا عايزه بودي جاردات، روسيف بيطاردني. وفي حاجه في الشرطه اسمها الستوكينج، ان هو حد بيطارد حد فالبوليس بيقبض عليه. والبوليس جه فعلا وكلبش روسيف وخدوه في البوكس. والجمهور كان هيتجنن لان روسيف هو المظلوم في العداوه، وكان كل ما لاشلي يطلع الجمهور يستعجله بشكل مش طبيعي. جينا بقى ليله العمر 30 ديسمبر 2019، الدبليو دبليو اعلنت انها هتبقى اكبر حلقه في السنه عشان لانا ولاشلي هيتجوزوا خلاص. الحلبه اتمسحت كلها ورد ابيض كده وتورته وبتاع، تورته كبيره قوي، وكاهن يعني ولا قسيس يعني وواقف عشان يتمتم الجواز يعني. لانا دخلت بالفستان الابيض وهي طايره من الفرحه، وبدات تقول الوعود بتاعها، وقعدت تشتم بقى في الجمهور وتقول لهم ايه لمده 10 دقائق: انتوا شايفين روسيف ده يستاهل؟ يعني هو ما يستاهلنيش، لاشلي هو الراجل الحقيقي وكلام كده. وبدا الكاهن يقول حد معترض على الجوازه دي. فدخل واحد بيقول على فكره انا جوز لانا الاولاني وهي سابتني عشان روسيف. فراح لاشلي ضربه ومنزله تحت. فالمفاجاه التانيه لقينا واحده ست طلعت تقول انا مرات بوبي لاشلي الاولى، فلانا هجمت عليها ونتشت شعرها. المفاجاه التالته بقى والقاضيه بجد، لقينا ليف مورجان طالعه وهي بتعيط بتقول انا كنت حبيبه لانا وما ينفعش الجواز دي تتم. فكله وقف مندهش، حبيبه لانا منين يعني، انتوا مش ستريت ولا ايه؟ ولانا راحت ضربه ليف مورجان ووقعت في التورته. فوسط الاكشن وكل حاجه التورته الضخمه دي طلع منها روسيف اصلا كان مستخبي جواها، وبدا عمال يصرخ ويهجم على لاشلي وقطع البدله بتاعته. ولانا جالها انهيار عصبي وقعدت تصوت واتغرقت في الكريمه والشوكولاته بتوع التورته. بعد الفرح ده العداوه كملت شويه، ولانا بدات تتحكم في لاشلي بدرجه زياده عن اللزوم، لدرجه ان هو بدا يزهق منها. يعني في سيناريو بعد كده لاشلي قال لها انا عايز اتطلق الانا، وسابها في نص الحلبه. الناس فاكره ان كل ده تمثيل تمام وكل حاجه، وهو فعلا كان تمثيل. بس الحقيقه ان روسيف ولانا كانوا متجوزين اصلا في الحقيقه 2016. فلما اتحطوا في سيناريو زي ده وطلعوا على الهوا كسروا الفيك كيفيب يعني، او بانوا في حياتهم ان هم متجوزين. ده خلى لانا تتفصل من الشغل اسابيع، وروسيف بيحصل له مشاكل كتير. والغريبه بقى والمفارقه في الموضوع انهم بعد ما استحملوا السيناريو المقرف ده اللي كله خيانه لبعض قدام العالم كله وقعدوا مع بعض سنين، في 2024 قال لك احنا انفصلنا عن بعض واتطلقنا بعد 7 سنين جواز. يعني الدراما واللي هي كمان فقرة الست الطاهرة دي عملت لحظة كده تاريخية مع الأستاذ إنزو موري. برضه واحد لما يشوف روسيف بيقول الراجل ده شكله حمش، حتى لو عارفين طبعا إن هم أجانب وكده، بس مش للدرجة دي يا عم روسيف، يعني مراتك ما رحمتش حرفيا. كان في فقرة كده مع إنزو موري ولانا في فندق. الموضوع بدأ إزاي؟ بدأ كان في الكواليس لانا مثلت إنها زعلانة من روسيف وإنها محتاجة حد يواسيها ويحس بيها وبطيبتها يعني. فراحت لإنزو موري، كان واحد كده شعره أصفر. وعلى فكرة إنزو موري ده معروف في الكواليس ان هو كان مكروه جدا جدا، لان هو كان مثلا يبقى قاعدين المصارعين بعد الاتوبيس ولا حاجه مروحين بعد يوم طويل، يقعد يغني مثلا في المايك، يعلي صوته، يعلي يحط حاجات فوق الشنطه وحاجات زي كده. فمره رومان رينز قال له اطلع بره الباص ده ما تقعدش معانا. كان مصارع مزعج، ولما اتطرد محدش زعل عليه. المهم ان لانا راحت بدات تغريب كلامها، بتقول له انا على فكره محتاجه واحد بدل جوزي وانت احسن منه وحاجات كده، وتعالى لي اوضه الفندق. فطبعا الواد ما صدقش نفسه وراح لها فعلا ولابس روب كده ومتشيك، مفتكر ان ليله العمر مستنياه. اول ما وصل الاوضه لقى لانا مستنياه وهي لابسه احمر شيك كده لانجري شيك، وبدات تمثل انها خايفه ومتردده. وفجاه نبره صوتها اتغيرت ب180 درجه وقالت له هي از هير، او هو هنا. في ثانيه لقينا روسف خرج من الحمام او ورا الستاره وهجم على انزا موري بهدله خالص. وهي وقتها واقفه في ركن الاوضه عماله تضحك بمنتهى الشماتة. والمشهد ده برضه يثبت لك انها كانت بتستخدم يعني كانت بتساعد روسف كفخ او حاجه زي كده، او كجانب يعني تاني تحسه مش نظيف يعني في العداوات. طب هي مع روسف وصلوا لايه؟ مع روسف وصلوا لحاجات كتير جدا زي عداوتها مع جون سينا، ودي كانت الماستر بيس بجد بتاعته او التحفه الفنيه يعني. في 2015 لانا كانت في قمه الجبروت كمديره اعمال، وكانت بتمشي روسف بالريموت زي ما بيقولوا. العداوه دي ما كانتش مجرد ماتشات، في ماتش بينهم اي كويت كان عظيم جدا، وكانت زي حرب بارده كده بين بلدين. لانا كانت بتطلع تهين جمهور امريكا وتمدح في بوتين وقتها، لدرجه ان الجمهور كان بيتضايق. وفي راس 131 عملوا حاجه غريبه جدا، ان هم دخلوا بدبابه، وده خلى الدخله دي بقى ايقونيه في تاريخ الشركه. فهي كانت قادره تبيع العداوه دي لدرجه انها تخلي الناس تنسى ان المصارعه تمثيل اصلا. وليها عداوه تانية ضد بوبي لاشلي وروسيف، ودي العداوه اللي خانت جوزها فيها مع واحد وكان بيطلع معاه في السرير وحاجات كده. وليها عداوه التنمر ضد نيا جاكس. عداوه التنمر ضد نيا جاكس دي كانت خلت لانا من واحده مكروهه لواحده بيبي فيس. ليه؟ لان نيا جاكس كانت غشيمه قوي معاها. يعني اللي حصل انها شالتها وعملت لها السموان دروب دي على الترابيزه 9 مرات ورا بعض. متخيلين 9 اسابيع ورا بعض، كل اسبوع تيجي تاخد العلقه وتمشي.
فالجمهور بدأ يقول هي البت دي عملت إيه عشان يحصل لها ده كله، وبدأوا يتعاطفوا معاها. طب هي لانا دي جاية منين أصلًا والّا إيه حياتها؟ هي عاشت طفولتها في أمريكا في فلوريدا، وقضت سنين في طفولتها في لاتيفا أو لاتفيا، باباها أصلًا كان شغال هناك، والبيئة دي هي اللي علمتها الفكرة الروسية والثقافة الروسية وكل حاجة. عشان كده إنها لمّا رجعت أمريكا وهي 17 سنة كانت بتتكلم إنجليزي بلكنة روسية شوية. فعشان كده لمّا ظهرت في الWWE على فكرة يا جماعة روسيف أصلًا مش روسي، روسيف ده بلغاري، ولانا أمريكية تمام. بس هي طفولتها وكده علمتها اللغة الروسية صح. وكمان هي كانت رقاصة باليه بجد مش تمثيل، في مدرسة كده هناك. وده اللي خلّي إن دخلتها تلاحظوا دايمًا القوام بتاعها والماشية وكل حاجة مضبوطة أوي. وعملت modeling فترة modeling في شركة Red Bull أكيد كلّكم عارفينها، بتاع مشاريب الطاقة والحاجات دي. وده اللي علّمها إزاي تتعامل مع الكاميرا والحاجات دي لمّا كبرت وهي صغيرة، لإن هي ليها history قبل كده. وليها فيلم اسمه Pitch Perfect ظهرت فيه، وليها مشاهد تانية حاجات كده في أفلام ومساهمات تانية. وعلى فكرة ليها كذا صور لو شُفت لها في حياتها على الإنستجرام هتلاقي ليها صور مع The Rock عادي أظن في on set وحاجات كده كواليس يعني. رغم ده كله ورغم كل المليطة دي، لقينا أنا أبوها أصلًا كان متدين. الراجل ده كان من اسمه متدين جدًا، كان واحد مسيحي في دول أوروبا. والعيلة نفسها متشددة وبتاع ومهتمة بالعمل التطوعي والإنساني، فبنتهم هي اللي طلعت كده شيطاني يعني. كمان لقينا اتجوزت روسيف مرتين في الحقيقة، في 2016 عملوا فرحين، واحد في أمريكا بستايل عصري، وواحد في بلغاريا بستايل بقى روسيف ولبس البرغالي وكل حاجة بتاعته. وده يبين إنها بتحترم الثقافات المختلفة يعني. والبنت حتى مش مثلًا متشردة أو كده، لأ دي دارسة علم نفس وتفسير أحلام، وصرحت قبل كده إنها قرت كتير جدًا في المجال ده. وده ساعدها في تفهم شخصيتها وإزاي تتلاعب بمشاعر الجمهور، اللي هو حاجة زي الهيبنوسيس والتنويم المغناطيسي، بس طبعًا مش بالسطحية اللي أنا باقولها ديّة. وكمان لنا دخلت موسوعة بإنها خسرت أكتر مصارعة في العالم. في فترة اللي قُلت لكم إن هي جاكس كل أسبوع 9 أسابيع ورا بعض تكسر عليها الترابيزة، لأنها سجلت رقم إنها خسرت ماتشات كتير جدًا ورا بعض في عرض الRaw. والغريب إن الخساير دي هي اللي زوّدت شعبيتها وخلّت الناس تصعب عليها يعني، وزوّدت أجرها حتى. وده قمة الذكاء في business المصارعة. بس دي كانت لنا. في كلام ناس بيقول لك دي مثلًا بنت انتهازية سابت روسيف ولمّا راح الWWE ورجع تاني رجعت له. طبعًا ده كلام يعني أكيد مش هنشرحه يعني. بس أنا بالنسبة لي باحبها جدًا وهي زي القمر يعني. أشوفكم في حلقة جديدة، وصلوا الفيديو 20 لايك ومع السلامة.